سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخواتي في الوطن العربي في كل مكان، وخصوصا أحبائي الغاليين علي، أهل الجزائر وأهل المغرب، وأغلى من قلبي أهل المغرب وأهل الجزائر. أول ما أبدأ كلامي بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثرة الصلاة على سيدنا النبي يا أخواني كنز لا يعلمه إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الإسراء والمعراج: سألني ربي يا محمد لمن السماوات السبع والأراضين السبع؟ قلت له لك يا رب. فقال لي يا محمد لمن الأولين والآخرين؟ قلت لك يا رب. فقال لي يا محمد لمن أنت؟ قلت لك يا رب. فقال لي يا محمد لمن أنا؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الحق سبحانه وتعالى: السماوات السبع والأراضين السبع والأولين والآخرين وأنا وأنت لمن يصلي عليك يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه أول هدية أقدمها لأحبائي في كل مكان وكل من يستمعوني. والأمر المهم الآخر، جاءتني فكرة إخواني في الجزائر وفي المغرب، أرجو أن توافقوني عليها، وسوف أرى ذلك في تعليقاتكم، وأعلم أنكم إخواني في العرب، وأنكم أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا معي ننسى ما مضى. مبادرة كلنا واحد، كلنا واحد، مغاربة، جزائريين، توانسة، كلنا واحد، وننسى ما مضى، وننسى ما مضى أيا كان، وننسى كل خصومات، وننسى المهاترات، ونقف كشعبين متحدين يد واحدة، كلنا واحد. هيا معي يا أخوتي، هيا معي يا من ملأ الإيمان وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله قلوبهم، أهل التسامح، أهل الود، أهل الصفاء. نعم أنت أشعر في قلبك أن كلامي قد دخل قلبك. نعم أنت أشاور إليك أنت. هيا معي، ساعدني في هذه المبادرة، مبادرة كلنا واحد، كي نثبت للعالم أجمع أنه لا يوجد فرق بين مغربي أو جزائري أو تونسي أو مصري أو سوداني، كلنا أمة محمد رسول الله. ما رأيكم في هذه الفكرة؟ وننبذ كل الخلافات وكل القوانين وكل الأطر التي يضعها من يحاولون أن يفرقون بين أبناء الوطن الواحد. هيا يا إخوتي لكي نعمل هاشتاج كلنا واحد لهذه المبادرة التي أرجو من الله أن تعم العالم العربي والإسلامي في كل مكان، ونضرب مثل لكل المغرضين أنه لا يوجد مشاكل بيننا ولا يوجد نزاعات. لا تتذكر ما مضى أخي، انتبه إلي، لا تتذكر ما مضى، لا تتذكر وترجع إلى التواريخ وهؤلاء عملوا كذا وقالوا كذا. انسى كل ذلك، انسى كل ذلك. فحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم فعلوا معه ما فعلوا، وألقوا عليه القاذورات ووضعوا في يده، والسيرة موجودة والدلائل موجودة. ماذا فعل لهم؟ قال لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخا كريم وابن أخ كريم. فقال بسماحته المعهودة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. تسامح يا أخي، تسامح. إن كان أخيك قد أساء إليك في كلام أو أساء إليك في قضية فتسامح، تسامح يا أخي. والحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا، يقدم المتسامحون يقدمهم يوم القيامة، الذين سامحوا في حقوقهم. لا أقول لك تخلى عن كذا وتخلى، لا، بل تسامح. إذا أخيك رآك تسامحت وبادرت بالكلام الحسن فسوف يرد عليك بكلام حسن. ولا نجعلها جدال للمغرضين كي يأخذوا فرصتهم علينا. يا إخواني أرجوكم، مبادرة كلنا واحد.
أريد أن أرى تعليقاتكم، ما رأيكم في هذه الفكرة؟ بارك الله فيكم، وأعلم أن قلبك أنت يا من تسمعني سوف يدخل فيه هذا الكلام، إنك رجل مؤمن ومحب رسول الله وآل بيت رسول الله. جعلنا الله وإياكم على المحجة البيضاء كما يأمل فينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا معي نفرح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المبادرة، كلنا واحد. أرجو كل من يسمع هذا الفيديو أن يعمل له هاشتاج. وقد تقول هذه ليس للشهرة علاقة بذلك، الحمد لله الحمد لله، يقيني في الله يقيني، والله من وراء القصد. وإن شاء الله الفكرة تعجبكم، وأرجو تعليقاتكم يا إخواننا الجميلة على هذه الفكرة. كلنا واحد، والسلام عليكم ورحمة الله.